هاي، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست. كاين واحد الإحساس اللي بزاف ديال الناس كيعيشوه في صمت، ولكن قليل اللي كيهضروا عليه بصراحة. هو أنك تكون وسط المناسبة، وسط الناس، وسط الضحكة للما، وكل شي كيبان فرحان، ولكن من الداخل كتحس بأحاسيس ما مفهومينش، بحزن ما مفهومش، بفراغ، برغبة أنك تبعد شوية بوحدك، ولا حتى تبكي بلا ما تعرف السبب الحقيقي. العيد، رمضان، أعياد ميلاد، وحتى الأفراح لحظات مفروض تعطينا فرحة، ولكن عند بعض الناس كتخرج منهم أعمق الأحاسيس اللي كانوا مخبين طول العام. والمشكل ماشي غير في الحزن نفسه، المشكل هو أنك تبدأ تحس علاش أنا الوحيد اللي كنحس هكا، حيث المجتمع علمنا أن الأعياد خاصها تكون فيها فرحة، وأن الناس كاملين خصهم يبانوا فرحين، وأن هاد الأيام خاصها تعمر بطاقة إيجابية وحب ولمة. ولكن في الحقيقة، واللي قليل اللي كيهضر عليه، هو أن الأعياد عندها حوامل عاطفية كبيرة. ça nous surcharge du côté émotionnel. وهاد الحوامل العاطفية كتقدر تفتح داخل الإنسان أبواب كانوا مسدودين طول الوقت. الأعياد كتخرج داكشي اللي كان مخبي، البوست لانتيريور. في الحياة اليومية الإنسان كيبقى مشغول، الخدمة، قراية، المسؤوليات، المشاكل، السوشيال ميديا إلى آخره من المشاطين. وحتى المشاعر ما كنخليو ليهاش الوقت باش نحسو بها، كنعيشو en mode pilote. ولكن ملي كيجي العيد، رمضان، ولا شي مناسبة en général، كيوقع واحد الهدوء داخلي، وهاد الهدوء خطير نفسيا، حيت كيجبرك تواجه راسك شويه، كيوليو عندك لحظات الصمت اكثر، كتجلس مع راسك وتسمع الافكار ديالك اكثر، كتشوف الناس مجموعين، كتفكر دي سوفونير، كتشوف الوقت كيفاش داز. وفجأة الاحاسيس كامله اللي كانت مدفونه كتبدا تطلع. لهاد السبب بزاف ديال الناس كيقولوا ما فهمتش علاش ضاق بيا الحال في هاد العواش، ولا في هاد الاعياد، ولا في هاد المناسبات. ولكن في الحقيقة ماشي العيد ولا المناسبة هي اللي كتخلق الحزن، المناسبة غير كتكشف الحاجة اللي كانت موجودة من قبل. العقل ديال الإنسان ما كيحتفظش غير بالأحداث، سبحان الله، كيحتفظ حتى بالأحاسيس المرتبطة بهاد الأحداث. يعني ممكن ريحة معينة، أغنية، طبق في المائدة، الصوت ديال الناس مجموعين يرجعك دفعة واحدة لسنين اللور. في البسيكولوجي كنعيطو نهاد في هذا لا مادلين دو بروست، كيفاش تفاصيل صغيرة بزاف تقدر تفتح الداخل ديالنا عالم كامل ديال الذكريات والمشاعر. وهنا كيبدا الانسان يحس بثقل داخلي بلا حتى ما يفهم من جاي. ممكن يكون العيد كيفكرك بشخص ما بقاش موجود، بعلاقة سالات، بعائلة، بطفولة ما كانتش سهلة، او حتى بنسخة قديمة منك كنتي فيها اسعد ولا بلوز الينيا افيك توا ميم. وهادشي هذا كامل كيوقع لداخل ديالنا وبكل صمت. حتى الانسان براسو احيانا ما كيكونش فاهم علاش متاثر لهاد الدرجه. وكاين الناس ما كيحزنوش على الماضي، كيحزنوا على الحاضر. كاين حتى اللي كيحسوا بالفراغ بسبب اللي ما عندهمش دابا، كيشوفوا الناس مع عائلاتهم، كيضحكوا لما الاهتمام، الحب، الرسائل، الخرجات، الزيارات العائلة، وكيبدا الواحد بصمت داخلي كيقارن، علاش انا ما كنحسش بهذا الشيء، علاش حاس براسي بوحدي وسط الناس كاملين، علاش الناس كاملين فرحانين وانا لا. وهاد المقارنة كتكون مؤلمة بزاف، خصوصا في زمن السوشيال ميديا فين كل شيء خصو يبان بارفي. الناس كيبانوا فرحانين، العائلات كيبانوا مثاليين، والعلاقات كيبانوا ستابل. ولكن اللي ما كيبانش واللي حتى هو مهم، هو ان حتى هاد الناس اللي كيبانوا فرحانين بزاف منهم كيكونوا كيواجهوا حروب داخلية بصمت. اصعب احساس هو انك تحس براسك مختلف. كاين واحد الالم النفسي اللي كيكون قوي بزاف في الاعياد، هو انك تحس انك غلط، انك ماشي فرحان. وهذا الإحساس كيخلق واحد الثقل داخلي،
حيت كتقول خاصني نكون ممتن، خاصني نفرح، هاد الناس كاملين بخير وانا مالي. وملي المشاعر ما كتخضعش للواجبات الاجتماعيه، الانسان كيقدر يكون وسط احسن ظروف، ولكن من الداخل يكون اكزوستد عاطفيا، ما عندوش الجهد انه يفرح، انه يضحك، انه يجلس مع العائله، ويقدر يضحك قدام الناس كاملين. ولكن اول ما يبقى بوحده كيطيح لو ماسك وتقل كامل فوق القلب. الاعياد كتخلينا نديرو مواجهة مع الحياة ديالنا. كاين حاجة كيديرها العقل بشكل تلقائي في هذه الفترة، في هذه الفترة كيبدا يدير ان بيلان. فين وصلت؟ شنو تبدل فيا؟ شنو خسرت؟ شكون باقي معايا؟ واش انا فعلا مرتاح في حياتي؟ كاين بزاف من هاد الاسئله، وهاد الاسئله كاملين بساطين ولكن عندهم عمق نفسي كبير. حيت بعض الناس كيكتشفوا في الاعياد انهم معياو بزاف وهما كيهربوا من المواجهه الحقيقه ديالهم. احيانا الحزن ما كيكونش على الناس، كيكون على الذات، على راسك. وهذه هي اعمق حاجه اللي ممكن الانسان يحس بها. كاين لحظات في الأعياد في الإنسان ما كيبكيش على الشخص فقط، كيبكي حتى على النسخة ديالو اللي تبدلات، على البراءة اللي فقد، على الراحة اللي كانت عنده، على الطاقة اللي كان فيها، وعلى الأحلام اللي كانت بسيطة. وهنا غنوقف واحد شوية وغنفتح ان بارونتيز. المقارنة أكفس حاجة يقدر الإنسان يديرها باش يدمر راسو، أنه يقارن راسو بشي واحد ولا بشي سيتواسيون. حيت ليستواغ ديالك ونتا شكون نتا كتشكل من داكشي زوين وكتشكل من داكشي الخايب. لو كان ما كناش كندوزو من شي حاجات خايبين، كيفاش غنقدو نستمتعوا بالحاجه زوينه؟ واي حاجه كطرا في الحياه ديالنا ولو كطرا لسبب باش نتعلموا منها شي حاجه، باش ديك الغلط ولا ديك الدرس ولا ديك ليكسبيريونس اللي غناخدو من هذيك لا سيتوياسيون تنفعنا في واحد لو مومون اكس من حياتنا اللي حنا ما عارفينوش، اللي عارف الله سبحانه وتعالى. والانسان اللي كيرضى بالقضاء والقدر ديالو كيرضى القضاء والقدر، سمحوا لي، زوين والخايب. حيت حتى الخايب بارت من الزوين. نرجعوا للموضوع ديالنا. هاد النوع من الحزن كيكون واحد الحزن سيلونسيو بزاف، ما كنقدوش نسمعوه حيتاش حرب داخليه كتوقع بيننا وبين راسنا. وهاد النوع من الحزن كيكون حزن صامت، حيت حتى الكلمات ما كتبقاش كافيه تشرح الاحساس، وما كنلقاوش الكلمات اللي خصنا نحطوهم على ديك الاحساس باش نعبروا على ديك الاحساس. وملي المجتمع كيجبرك تكون فرحان، المجتمع عنده صورة محددة على الأعياد. خاصك تضحك، تخرج، تكون اجتماعي، تجاوب الناس، تبان فرحان. ولكن شنو كيوقع للناس اللي ما قادرينش يعيشوا هذا الإحساس؟ كيزيدوا يحسوا بالعزلة، حيت كيحسوا أنهم مختلفين على الآخرين. وكلما الإنسان كيحاول يخبي الألم ديالو كلما كيتعب أكثر. أحيانا الحزن كيكون رسالة. خاصنا نفهموا واحد الحاجة مهمة بزاف، ماشي أي حزن راه مرض، وماشي أي دمعة راه ضعف. أحيانا الحزن كيكون رسالة نفسية، رسالة كتقول كاين تعب داخلي، كاين احتياج عاطفي، كاين جرح متعالش، كاين إرهاق نفسي تراكم مدة طويلة. خصنا نتعلموا نسمعوا لو كور ديالنا شنو كيقول لنا. ولكن كاين فرق كبير بين الحزن المؤقت وبين المعاناة النفسية العميقة. معزول بزاف، فاقد الرغبة في الحياة، ما عندوش طاقة، كيبكي ولا كتبكي باستمرارية، مشاكل في النوم، حاس بفراغ دائم. فهنا ممكن يكون الموضوع أعمق. الحقيقة اللي خاص الإنسان يفهمها هي أن الأعياد ماشي عند الجميع نفس التجربة. كاين اللي كيعيشها بفرحة، وكاين اللي كيعيشها مواجهة من أشياء كان هارب منها طول العام. ويمكن المشكل ماشي أن الأعياد كتجيب الحزن، ولكن أنها كتوقف الضجيج اللي كان مغطي على الحزن أصلا. ويمكن حتى واحد من أصعب الأحاسيس هو أنك تكون وسط الناس كيبانوا فرحانين كاملين، وانت كتقاتل باش غير تبقى متماسك من الداخل. ويمكن الحياة كتبدل بزاف ديال الحوايج فينا، كتبدل الناس،
كتبدل العلاقات وكتبدل حتى النسخة اللي كنا عليها من قبل. مبقاوش نفس الأحاسيس ديال زمان، ولكن هنا ما كيعنيش باللي الجمال اختفى، غير تبدل الشكل ديالو. يمكن قبل كان الجمال في اللمة، ودابا ولا في دعوة صادقة. يمكن قبل كان في ضحكة، ودابا ولا في ان سوفونير كتدفي به القلب. واحيانا اكبر دليل على الحب هو ان الانسان يبقى حاضر داخلنا حتى من بعد الغياب. على هادشي نحاولوا نعيشوا اللحظه اللي رانا فيها، نفرحوا بلي عندنا، نتقربوا من الناس اللي يستاهلوا، ونقولوا الهضره اللي في قلبنا، وما نخليوش الحياه تاجل علينا بزاف، ونعيشوا اللحظه ديال دابا. وفي نفس الوقت ما ننساوش الناس اللي ما بقاوش معانا، بدعوة، برحمة، بصداقة، ولا غير بأنسوفينير. حيت بعض الناس وحتى وإلا غابوا كيبقاو جزء من روحنا. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، تعيدوا بالصحة والسلامة، اللهم يتقبل. ما تنساوش تتابعوني باش تبقاو توصلوا للجديد. خليوا لي شي كومنتير زوين، تهلاو ليا فراسكم، ونتلاقاو فيديو جايه. See you guys.